بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله أنا هعمل الدوريتوس. يلا بينا أقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقة معايا. دول كوبايتين من الدقيق بالكوباية المعيارية، كوباية من الدقيق الذرة وكوباية من الدقيق الزيرو، والدقيق الذرة أبيض فعشان كده الدقيق كله أبيض. معايا هنا التوابل عبارة عن نص معلقة صغيرة من الكيك شيف، نص معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الزعتر، ونص معلقة صغيرة من البابريكا. دي كل التوابل اللي هضيفها على الدقيق، وهضيف معلقتين كبار من الزيت، ومعايا مية عادية خالص للعجن. يلا بينا نبدأ على بركة الله ونعمل الدوريتوس سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف التوابل كلها على الدقيق وهقلبهم مع بعض كده تقليبة حلوة. لازم تنخلي الدقيق قبل ما تعملي بيه. بعد ما قلبت التوابل كده مع الدقيق هضيف بقى معلقتين كبار من الزيت. طريقته سهلة وبسيطة خالص. كده خلاص هقلبهم بقى مع بعض كده، الدقيق والتوابل ومعلقتين كبار من الزيت، وهقلبهم مع بعض كده تقليبة حلوة وابدأ اعجن بقى. هضيف بقى المية حبة بحبة كده لحد العجينة ما تلم معايا. العجينة بتبقى جامدة شوية زي عجينة الرقاق. حسب الدقيق ما ياخد بقى من المية، وهلم العجينة وتشوفوها معايا. دي العجينة اهي بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين كده تمام. هلفها في استريتش بقى زي ما انتوا شايفين اهي ما شاء الله. هلفها في استريتش واسيبها لمدة نص ساعة ترتاح، وبعد نص ساعة ان شاء الله هبدأ اشكلها وتشوفوها معايا. كده تمام زي الفل. بعد العجينة ما ارتاحت زي ما انتوا شايفين اهي، يعني دي طبعا خطوة مهمة جدا علشان العجينة تتفرد معاكي كويس. ما شاء الله. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة. بقسمها بقى لثلاث قطع بالشكل ده كده. بشيل اتنين على جنب كده واغطيها. طبعا لازم تغطي العجينة علشان الوش بتاع العجينة ما ينشفش منك. هبدأ افردها بالشكل ده كده، مرش حبة من الدقيق على الرخامة وافردها، بس ما ترشيش دقيق كتير علشان العجينة ما تنشفش منك. الدقيق يبقى حبة قليلين، وتفرديها بسمك حوالي 2 سنتي. وبالنسبة للتحمير ما تخليهاش تحمر قوي في الزيت، يا دوبك تاخد لون ذهبي حلو كده وتطلعيها. بعد ما فردتها وسويتها بالشكل ده كده بنسوي الاحرف بتاعتها، هقطعها لأربع قطع متساوية. ده سمك العجينة اهو بعد ما فردتها زي ما انتوا شايفين حوالي 2 سنتي، مش كتير اهي. بتبقى بالسمك ده كده تمام. هقطعها 4 قطع وبعدين هبدأ اشكلها بقى اعملها مثلثات. ما شاء الله المقدار الكوبايتين الدقيق عملوا كمية حلوة قوي.
وأقطعها مثلثات بالشكل ده كده. بعد ما تحمريها في الزيت وتطلعيها تحطيها في كيس وترش عليها التوابل اللي انت عايزاها بطعم الفراخ، بطعم الكباب، توابل البطاطس زي ما تحبي، وترجيها كده كويس. بعد ما بترجيها في الكيس بالتوابل بتاعتها بتفضيها في طبق التقديم. بخرمها بقى بالشكل ده كده قبل التحمير علشان ما تترفعش وانا بحمرها في الزيت. لازم نخرمها بالشوكة كده بالشكل ده، وهبدأ احمرها بقى وتشوفوها معايا، وان شاء الله تعجبكم الوصفة دي. بعد الزيت ما سخن ببدأ انزل بالقطع كده واحدة ورا التانية، واقلبهم بقى مع التقليب المستمر لحد ما ياخدوا لون ذهبي حلو كده، وبعدين هطلعها. طبعا النار لازم تكون متوسطة، بعد الزيت ما يسخن كويس تهدي النار علشان تاخد وقتها في التحمير كويس. واول ما خلصهم ان شاء الله هتشوفوهم معايا في طبق التقديم. وده الدوريتوس بعد ما خلص اهو زي ما انتوا شايفين، شكله حلو وريحته حلوة وطعمه احلى. بالهنا والشفا لكل اللي هياكل. ما شاء الله كوبايتين الدقيق عملوا كمية حلوة قوي، في حبة كمان غير دول. طريقته سهلة وبسيطة خالص. والتوابل دي توابل البطاطس. شوف واحدة معاكم اهي، شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله. اعمليه بالطريقة دي هيعجبك قوي. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.